انتوا تعرفوا ايه الفرق ما بين بيت او علاقة خطوبة او لسه اللي هتكون مليانة خناقات كل شوية، وبيت او علاقة مليانين حب؟ هي الكلمة ساعات بتبقى مجرد كلمة. في جمل معينة لو اتقالت للراجل في وقتها هتخليه يحس انه ملك، هتبني طاقة جواه تخليه يهد جبل. علشان هقولك دلوقتي 5 عبارات مهمين جدا الراجل محتاج ان يسمعهم منك. اول عبارة هنا انك تقولي له انا حاسة معاك بالامان وانا جنبك، او انا حاسة معاك بالامان. الراجل بطبعه عنده غريزة الحماية، يعني لما تقولي له الجملة دي انت كده بتبيني له ان نجح في اهم دور ليه قرار طبعا في حياتك. غير كمان ان الجملة دي بتدي له ثقة في نفسه لا تتخيليها. تاني عبارة هي تسلم ايد، او بجد انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. كلمه شكر او تقدير على حاجه بسيطه هتفرق معاه جدا. الراجل بطبعه عايز يسمع او يحس ان مجهوده متشاف وانه مش تحصيل حاصل. او راجل والسلام. ثالث عباره انا واثقه في رايي وشوف الانسب وانا معاك. لازم تعرفي ان الثقه هي الوقود بتاع الراجل، يعني لما تديله المساحه دي انت بتكبري بيه وبتخليه يفكر 1000 مره قبل ما ياخد قرار علشان يكون قد الثقه دي. وده مش معناه ابدا انك تلغي شخصيتك، انما معناه انك سند ليه. رابع عباره أنا فخورة بيك وباللي بتعمله. العالم بره قاسي ومليان ضغوط كبيرة جدا، الراجل بيحارب في كل اتجاه، يعني محتاج إن يسمع منك شايفة نجاحه وفخورة بيه كمان. بيمحي أي تعب في يوم في حياته أو يومه وبيخليه يتقدم أكتر. خامس عبارة شكلك كويس جدا النهارده. زي ما الواحدة بتحب الكلمة الحلوة، الراجل كمان عايز يحس إنه جذاب في عين شريكة حياته، وده مهم علشان تتجدد المشاعر اللي ما بينكم. ومهم نعرف إن الكلمة الطيبة صدقة، والعلاقات الصح هي اللي بتتبني على التقدير مش على الطلبات وبس. جربي كده تقولي جملة منهم، شوفي تأثيرها عليه هتكون ازاي. بس مهم نعرف ان الكلام ده ما ينطبقش على كل الرجال، لان التعميم عموما غلط، ولان كل راجل وله طبيعته. فبالنسبة لك انت مهم انك تعرفي شريك حياتك صح، وتشوفي ايه المناسب ليه وتعمليه. قولوا لي بقى رأيكم ايه اكتر جملة تحس انها بتغير شريك حياتك فعلا. اكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله.